ماتت زوجته وكان لديه 5 من البنات، فتقدم لخطبتهن 4 رجال. أراد الأب أن يزوج الكبيرة ثم اللواتي يلينها، لكن البنت الكبرى رفضت الزواج لأنها أرادت أن تهتم بوالدها وتخدمه. وبالفعل زوج الأب أخواتها ال4، بينما جلست أختهم الكبرى تهتم بوالدها وتعتني به طوعاً حتى توفي. وبعد وفاة الأب فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها: وزعوا الميراث ولا تقسموا البيت حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم. رفضت الأخوات ال4 إقرار الوصية، وأردن أن يبيعن البيت لتأخذ كل واحدة منهن نصيبها من الميراث دون ما مراعاة لحال أختهن الكبرى. ولما تيقنت الأخت الكبيرة أنه لا مفر من تقسيم البيت، اتصلت بمن اشترى الدار وقصت عليه وصية والدها وأنها ليس لها إلا هذا البيت ليأويها، ورجته أن يصبر عليها 10 أشهر حتى تجد لها مكاناً مناسباً تعيش فيه. وبالفعل وافق الرجل. تم بيع البيت وتقسيم الميراث على البنات ال5، وكل واحدة ذهبت إلى بيت زوجها وهي في غاية السعادة دون ما تفكير بمصير أختهن الكبيرة. كانت الأخت الكبيرة مؤمنة بأن الله لن يضيعها، وكيف لا، وقد لزمت مصاحبة والدها وعاشت في خدمته طيلة عمره. مضت الشهور وتلقت الأخت الكبيرة اتصالاً من الرجل الذي اشترى البيت، فساورها الخوف وظنت أنه سيطردها من البيت، فقد طالت المدة. ولما أتاها قالت له: اعذرني، أنا لم أجد مكاناً بعد. فقال لها: لا عليك، أنا لم أحضر من أجل ذلك، ولكني أتيت لأسلمك ورقة من المحكمة، فقد وهبت البيت لك مهراً، فإن شئت قبلت أن أكون لك زوجاً، وإن شئت رجعت من حيث أتيت، وفي كلتا الحالتين فإن البيت لك. بكت الأخت الكبيرة وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين، ووافقت على الزواج من ذلك التاجر الثري، وعاشت معه في سعادة تامة. زوج كريم وبيت أبيها، الله لا يضيع أجر من يبر بوالديه.